تخيل معايا انت في حفلة من حفلات عمرو دياب. الدنيا مولعة، إضاءة ومزيكا، والناس بترقص وبتغني بأعلى صوت. وفجأة في وسط الزحمة شاب صغير بيقع على الأرض من غير أي مقدمات. الناس افتكرت إنها دوخة أو عنده هبوط، بس اللي حصل كان غريب ومرعب في نفس الوقت. جسمه بدأ يرتجف، عينه ثابتة، صوته اختفى، والدنيا حواليه وقفت، حرفيا وقفت. اتصلوا بالإسعاف، في 3 دقايق كانت هناك، بس لما كشفوا عليه قالوا مفيش نبض، القلب وقف. هل تتخيل إنك تكون عايش بتضحك وبتغني وقلبك يقرر في لحظة واحدة إنه يعتزل، إنه يسيبك كده من غير وداع، من غير حتى علامة تحذير؟ اللحظة دي مش بتغير حالة المصاب، دي بتعلم في كل اللي حواليه. لكن هو إيه اللي يخلي القلب بتاعنا اللي شغال ليل ونهار يقرر يتوقف؟ يعني إيه القلب يموت؟ ويعني إيه عضلة القلب تتدمر؟ وإزاي الموضوع ده ممكن يحصل لأي حد فينا؟ قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو الفيديو عجبك اعمل شير للفيديو، دعمكم بيفرق معانا. قبل ما نفهم هو بيموت إزاي لازم نفهم هو إزاي بيعيش. القلب مش مجرد عضلة والسلام، ده حرفيا بطل خارق جواك، بيشتغل 24 ساعة من غير ما يطلب راحة، وينبض حوالي 100,000 مرة في اليوم، ويضخ أكتر من 7000 لتر يوميا، من أول لحظة في حياتك لحد آخر نفس. القلب عبارة عن 4 غرفات، 2 فوق وهما أذين أيمن وأذين أيسر، واتنين تحت، البطين الأيمن والبطين الأيسر. والأربعة دول شغالين بتناغم دقيق زي الأوركسترا. لو آلة واحدة طلعت نشاز كل اللحن بيتلخبط. وكأن ده مش كفاية، القلب بيولع نفسه بنفسه. والله عنده مصدر كهرباء داخلي اسمه ال SE نود، ودي مجموعة من الخلايا في أعلى الأذين الأيمن تشتغل زي قائد أوركسترا، تبعت إشارات كهربائية تقول لعضلة القلب تضخ الدم وتنبض. طب الدم بيروح فين؟ بيروح في كل خلايا في الجسم، بيديها الأكسجين وياخد منها الفضلات وبيديها الحياة. ومن غير الدم ده كل حاجة بتقف. يعني لو قلبك وقف هتلاقي الجسم كله بيعلن إغلاقه التام. القلب بيموت إزاي؟ خليني أحكي لك الكارثة من جوه. أكتر حاجة خطيرة ممكن تحصل للقلب هو إنه يتوقف فجأة، بس هو مش بيقف كده من غير سبب. لأ، في 3 سيناريوهات كبار، كل واحدة فيهم مأساة لوحدها. وأول حاجة معانا النوبة القلبية أو myocardial infarction. تخيل شريان من الشرايين اللي بتغذي القلب يتسد فجأة. العضلة اللي متوصلة بالشريان ده ما بيوصلهاش دم، يعني مفيش أكسجين، يعني الخلايا بتموت ويبدأ القلب يتعب. وكل ما العضلة تموت أكتر القلب يضعف أكتر. وفي خلال 20 دقيقة بس لو مفيش تدخل الخلايا القلبية بتبدأ تتحلل، تفرز مواد سامة، الجدار بتاعها بينهار وتتحول من نسيج حي لنسيج ميت. وتاني حاجة معانا السكتة القلبية المفاجئة، ده المرعب بجد. القلب هنا مفهوش أي مشكلة في العضلة، لكن كهربة القلب باظت. تخيل إن السلوك الكهربية يطلع غلط، فالقلب هنا يرتعش بدل ما ينبض، يعني بدل ما يضخ الدم بيهتز. في اللحظة دي مفيش نبض، مفيش ضخ دم للمخ. كل ثانية بتعدي المخ بيتأذي، ولو عدى أكتر من 6 دقايق من غير تدخل الدماغ تموت حتى لو رجعت القلب. تالت حاجة معانا أمراض عضلة القلب أو صمامات القلب. لو عضلة القلب باظت أو الصمامات بتسرب أو مقفولة القلب بيشتغل زي موتور تعبان، بينبض بس ما يقدرش يضخ الدم كفاية، ومع الوقت يدخل في فشل كامل. هل ممكن نرجع القلب للحياة؟ الحقيقة أيوة، بس لازم نلحق بسرعة. أول حاجة الإسعافات الأولية، نبدأ بالضغط على الصدر وده اسمه CPR، ولو في جهاز صدمات كهربائية نستخدمه فورا. لو لحقنا المريض وهو في أول 3 دقايق نسبة النجاح ممكن توصل ل70%، ولكن بعد 6 دقايق النسبة بتنزل لحد 20%. ولو وصلنا المستشفى ممكن يدخلوا قسطرة يفتحوا شرايين القلب المسدودة، أو يحطوا له جهاز منظم لضربات القلب، أو يدخلوه على العناية المركزة لإنقاذ أي خلايا قلبية لسه عايشة. ليه لازم نخاف ونفهم؟ موت القلب مش بيحصل للناس تانية بس، ممكن يحصل لأي حد عامة، خصوصا لو عنده أمراض زي الضغط العالي، سكر، تدخين، سمنة، أو تاريخ وراثي مع العائلة. بس الخير فين؟ إننا نقدر نمنعه، نقدر نعرف علاماته، نحافظ على صحتنا، نروح نكشف بدري، ناخد الموضوع بجدية. خد قرارك النهاردة. لو وصلت للآخر فأنت مهتم تفهم وتحمي نفسك أكتر. لو شايف إن الكلام ده مهم شارك مع اللي بتحبهم، لأن ممكن تنقذ حد من غير ما تحس.